انضم معنا الزميل العزيز باسم الرواس، إعلامي لبناني. باسم، نرحب بك معنا عبر قناة عمان الرياضية، ونبدأ من مباراة الغد المنتظرة الأرجنتين كرواتيا. كيف ترى هذا اللقاء؟ أهلا بك أحمد، شكرا على الاستضافة. لا شك هي يعني مباراة يتمناها الجميع بأن تكون مباراة ميسي كما يقول معظم النقاد والمتابعين لكرة القدم، أن هذا المونديال ربما يكون هو مونديال ميسي وسيرتبط باسمه في قطر. لكن كرواتيا يعني يجب أن تخشاها الأرجنتين، خصوصا بعد الذي قدمته في المباراتين السابقتين. إمكانية اكتساب وتمرير الوقت بما يتناسب مع الكروات، هذه مدرسة استطاع المدرب زلاتكو أن يزرعها لدى اللاعبين. يعلم جيدا كيف ينهي المباريات، فالحذر كل الحذر من كرواتيا. لكن ما يميز ربما الأرجنتين هو الروح العالية التي يعني يتميز بها اللاعبون هذه الفترة، خصوصا أنها يعني ستيب باي ستيب، خطوة خطوة. بعد الخسارة أمام السعودية رأينا ماذا حصل، كان هناك نفضة كبيرة في هذا المنتخب. لذا أعتقد أن يعني التوقعات ربما تكون بنسبة 65% للأرجنتين و35% لكرواتيا، مع التمني بأن تكون مباراة مفتوحة، أن لا يغلق الكروات المنافذ، وأن لا يلعبوا للذهاب إلى ركلات الترجيح، لأن يعني متعة كرة القدم هي في الأهداف وهي في المباريات المفتوحة. ما رأيناه في مباراة كرواتيا والبرازيل يعني كان صعبا أن نتقبله. ربما هذه طريقة تحترم وأسلوب يحترم، لكن نحن محبو كرة القدم يعني نتمنى أن نشاهد المتعة دائما. البعض يتحدث أن خروج البرازيل ممكن نفسيا خفف الضغوط على المنتخب الأرجنتيني، خاصة في الدور نصف النهائي. يعني لو قابل البرازيل يمكن الضغوطات تكون أكبر، لأن الخسارة من البرازيل لو حدثت تبعاتها راح تكون أكبر. هل هذا الأمر تعتقد أنه في صالح الأرجنتين، أم أنه كرواتيا أيضا استفادت جيدا من درس مونديال روسيا 2018؟ لا شك أحمد، هو سلاح ذو حدين. أولا رأينا الاحتفالات الأرجنتينية في الساحات عند انتهاء مباراة البرازيل والخسارة أمام كرواتيا والخروج. أكيد اعتبروا أن منافسا كبيرا يعني ابتعد عن الدرب في الطريق إلى اللقب. لكن في نفس الوقت هذا يعني يجب أن لا يشكل بالنسبة للأرجنتين فخ بأن الكروات هم أسهل من البرازيل، وبالتالي يدخلون المباراة باستهتار، لأن يعني العقبة الأكبر وهي البرازيل ذهبت إلى ريو دي جانيرو. بالتالي أعتقد أن كل مباراة يجب أن يحترم المنافس بها. ولا شك أن الأرجنتينيين يعني سيدخلون أي مباراة، سواء كانت مع أقل المنتخبات في المستوى الفني تواضعا، بنفس الزخم والعزيمة، كأنهم يدخلون مباراة نهائية، لأنهم يريدون الكأس هذه المرة. طيب، من سيعبر غدا ومن سيكسب اللقب برأيك؟ من سيعبر غدا؟ أتوقع الأرجنتين طبعا. من سيكسب اللقب؟ أتمنى المغرب، لكن أخشى من واقعية فرنسا. هذا الداهية ديديه ديشان يذهب خطوة خطوة نحو اللقب. كان في روسيا أقل منتخب أو من أقل المنتخبات التي استحوذت على الكرة وأحرز اللقب، وبدأ المونديال بطريقة سلبية، وكانت كل المباريات الودية قبل المونديال سلبية، وكانت كل المؤشرات سلبية. ها هو اليوم يقترب على السكت مثل ما بيقولوا باللبناني من اللقب. فأخشى من الواقعية الفرنسية، وأتوقع إن كانت المباراة بين فرنسا والأرجنتين في النهائي أن تحسم على تفاصيل دقيقة جدا. شكرا جزيلا باسم. شكرا يا أحمد، شكرا. سعيد معك. إذا حسين، هكذا كان حديث الزميل العزيز باسم الرواس. عودة لك مرة أخرى في الاستوديو.